السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، حياكم الله جميعا. نتمنى لكم كل الصحة والعافية. قبل أن نبدأ لابد أن نهنئ المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة المتوج أمس بكأس العرب بعد فوزه في المباراة الخامسة على التوالي أمام منتخب البلد المنظم البحرين بنتيجة 70 مقابل 69. هذا الفوز سمح لأبناء الجزائر بالتتويج باللقب العربي ممتاز، بلقب عربي جميل، لقب عربي ينضاف ضمن تتويجات الرياضة الجزائرية. لقب عربي جاء بعد 20 سنة من الغياب، ولكن أبناء الجزائر فعلوها وتوجوا بالكأس العربية بعد مواجهات طاحنة مع منتخبات عربية قوية، من بينهم منتخب تونس، منتخب قطر خاصة الذي كان المرشح الأول للتتويج باللقب، لكن محاربو الصحراء تمكنوا من الفوز على هذا المنتخب بنتيجة عريضة. منتخب كذلك الفوز على منتخب الإمارات، منتخب الكويت. وهذا البطولة هذه يعني فيها منتخبات قوية، لكن المنتخب الجزائري كان الأقوى وتوج بالكأس العربية. ألف مبروك لأبناء الجزائر ومزيد من النجاحات إن شاء الله. إذن في هذا الفيديو سوف تستمعون إلى واحد الشخص هكا، هو مغربي، هو مروكي. استمعوا ليه، بعد ذلك نعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد غادي نخليكم تسمعوا فيه شنو قال المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي المحلي طارق السكيتوي في الندوة الصحفية اليوم التي تسبق لقاء الغد ضد منتخب أنغولا في أولى. على كل حال هو هذا مغربي يتكلم على المنتخب المغربي الذي سوف يشارك في الشان، بعدها يدخل مباشرة للحديث عن الجزائر. اتكلموا ماذا أو استمعوا مليح ماذا قال عن الجزائر، بعد ذلك نعود. مباريات كأس افريقيا للمحليين، لقاء سيكون على قناة بوي سبور على قناة الساعة 6 بتوقيت غرينتش. المعلق سيكون جواد بادا سيعلق على هذا اللقاء. إذا طارق السكيتوي غادي يخليكم تسمعوا. تطرق لعدة نقاط مهمة جدا، هو أنه بعض اللاعبين كانوا حاضرين في المعسكرات السابقة وانتقلوا إلى أندية أخرى سواء خارجية أو كذلك أندية عربية أخرى، وطارق السكيتوي وجد صعوبة في أقل من أسبوع أنه باش يعوض هاد اللاعبين ويجيب أسماء أخرى جديدة باش يعزز المنتخب الوطني المغربي باش يكون جاهز لبطولة الشان. كذلك يتكلم على نقطة مهمة جدا، هو أن وصول المنتخب الوطني المغربي إلى كينيا، الفندق ديال المنتخب الوطني المغربي او الاقامه ديالو كان يوجد صعوبه تقريبا ساعه وزياده باش يوصل لملعب ديال التدريب، واضطر انه يغير ملعب اخر قريب من الفندق او من الاقامه ديال المنتخب الوطني المغربي. فهذه دائما صعوبه تكون في افريقيا، لكن تكلم على الاجواء وكذلك على الاستعدادات وعلى الملاعب، فكل شيء يعني جاهز ما شاء الله. كما كان الاعلام الجزائري في السابق يتحدث ويقول بان بطوله الشام في الجزائر والملاعب في الجزائر لن تكون لها مثيل، والنهار اللي عطى الكاف الكان ديال 2027 وكذلك الشام لهذه البلدان الثلاثه انغولا وكذلك كينيا وتنزانيا، خرج الاعلام الجزائري يقلل من القيمه ديال هذه الدول، قال لك ودي ما عندهمش الملاعب، كيفاش غادي يديروا ينظموا هما البطوله ديال الشام. لكن سبحان الله يعني النهار اللي قرر البطوله ديال الشام المنتخب الجزائري كان ساحب من البطوله من بعد ما الكاف رفع القيمه الماليه وعطى قيمه لهذه البطوله. يعني شفنا الاتحاد الجزائري رجع الانسحاب ديالو ولا يشارك في البطوله ديال الشان ولعب التصفيات، وراه لحد الان يعني مؤهل باش يلعب في هذه البطوله، وسيواجه يوم الاثنين على الساعه 8 مساء بتوقيت غرينتش يواجه منتخب اوغندا. يعني كنلعبوا مع 4 غادي يخرجوا يبكيو ويتودوا لعبونا في الشمس، اليوم راه يلعبوا مع 8، وحنا رانا كنلعبوا مع 6، يعني في الاجواء غادي تكون فيها الحراره. هنا الاعلام الجزائري بعد ما كانوا كينتقلوا هذه البلدان اليوم راهم كيعترفوا، وهنا قناه الهداف وغيرها من القنوات الاعلاميه الجزائريه كيحطوا هذه الملاعب وكيقولوا باللي ملاعب جاهزه لاحتضان البطوله ديال الشان، بعد ما كانوا كيقولوا بان الملاعب غير موجوده. اليوم ملاعب ما شاء الله، كل الملاعب يعني في المستوى واحسن من الملاعب اللي راه عندهم صراحه، ومازال غادي نشوفوا ملاعب اخرى في 2027 اللي غادي تحتضن البطوله ديال كاس افريقيا. سمعتوا واش تكلم هذا الانسان؟ هذا انسان مغربي الذي يعتبر من اشد الناس اللي يكرهوا الجزائر،
ومن اشد الناس اللي يتكلموا دائما على الاعلام الجزائري. ما عنده حتى موضوع هذا الانسان، هذا عنده غير الموضوع تاعو هو الجزائر والاعلام الجزائري وكذا. بدا في الكلام تاعو يتحدث عن المنتخب المغربي تاعهم، الله يسهل عليه، ولكن في الجزء الثاني من التصريحات تاعو قال بانه الاعلام الجزائري لما اعلن بانه كينيا تنزانيا واوغندا هما اللي يحصدوا الشان، الاعلام الجزائري قال بانه هذه البلدان ما عندهاش ملاعب، و الشان التي نظمت في الجزائر سوف تكون احسن شان. هذا الاعلام الجزائري قال هذا الكلام هذا، وقال بانه الامور جاهزه في كينيا. هذا الانسان قال بانه الامور جاهزه بكينيا وطنزانيا واوغندا، واستمعنا الكلام تاعو بانه مدرب تاعهم قال بانه الملعب التدريبات بعيد عن الفندق بمسافه بعيده، بمسافه طويله جدا. هذا ما اضطر الى تغيير المنتخب المغربي لمكان تدريباته. كيفاه تقول لي الامور جاهزه ومن بعد تقول لي المروك بدلوا مكانها؟ هو ماهيش جاهزه اصلا، ماهيش جاهزه. هذه اولا. ثانيا لما قال الاعلام الجزائري في وقت الشان انه الملاعب لا مثيل لها، نعم شفتوا الشان خاوتي اللي نظمت في الجزائر؟ شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ وكان جاني انفانتينو حاضر، وكان موسيبي حاضر، واشاد هذا الثنائي، اشاد بالتنظيم العالمي للشان الذي كان في الجزائر، اشاد بالملاعب، اشاد بكل شيء، اشاد بالنقل، اشاد بالجزائر يعني في حد ذاتها. جاي يقول لك هذا اليوم كينيا طنزانيا واوغندا عندها ملاعب احسن من اللي كاينه في الجزائر. هم رايحين ينظموا للشان، هما بيان سور يخدموا الملاعب تاعهم. هي كيفاه مالا هم ينظموا، هما رايحين ينظموا الشان، بيان سور يخدموا الملاعب. كيفاه مالا يلعبوا في ملعب ليش واش يلعبوا في الروينه، يلعبوا في الخرطه، ما يلعبوش في الحقل تاع البطاطا، يلعبوا في ملاعب. الناس اللي راح تجي اللي يروح لكينيا وتروح لتنزانيا واللي راح تروح لاوغندا تلعب فوق ملاعب، لازم تلعب فوق ملاعب جيده. كيف وقال لك احسن من الملاعب اللي عندنا؟ منين احسن الملاعب اللي عندنا؟ شفت انت الملاعب اللي عندنا؟ شفتوا الشان خاوتي؟ الملاعب اللي احتضنت الشان ملعب 19 ماي عالمي، ملعب ميلود هدفي عالمي، ملعب هذه الغيره، ملعب نيلسون مانديلا عالمي. وين احتضنا الشان تاعك؟ ملعب شهيد حملاوي بقسنطينه عالمي. هذه الغيره اللي راهي تهضر فيه، وهذا الانسان، هذو الناس، هذو المروك هذه لما احتضن الجزائر الشان ما حبوش يجيو، ما جاوش، وقال لك باللي الشان فاشله. يعني كي ما حبوش هما يجيو الجزائر، ما حبوش يلعبوا الشان ويديروا فيه واحد الامورات هكا. قال لك لازمنا تعطيونا خط مباشر من مروك الى قسنطينه. ما كانش خط مباشر، ولاو يديروا في السبايب ومن بعد انسحبوا، ما جاوش المغرب في الشان الجزائر، ما لعبوش خاوتي، ما جاوناش. ولما ما جاوناش قال بانه الشان هذه فاشله وراح تحبس، وهذه الطبعه الاخيره في الجزائر وكذا. ولكن الاتحاد الافريقي لما شاف التنظيم العالمي للشان الذي كان في الجزائر قرر بعث البطوله من جديد. قبل الشان في الجزائر الاتحاد الافريقي كان يدرس امكانيه الغاء الشان، ولكن لما الاتحاد الافريقي موتسيبي والمسؤولين في الاتحاد الافريقي شافوا التنظيم اللي كان في الجزائر تاع الشان، قرروا بعث البطوله من جديد، وقرروا رفع القيم الماليه. ماشي كما قاعد يقول هذا الجزائر انسحبت ولما رفعوا القيمه الماليه قررنا يعني المشاركه. لا، الجزائر انسحبت صحيح، ولكن ليس بسبب رفع القيمه الماليه قررنا اننا نشاركوا في الشان، بل بسبب اصرار الاتحاد الافريقي على الجزائر انها تشارك في الشان. قررنا نشاركوا في الشان.
ماشي بسبب رفع الامكانيات الماليه. هذا قاعد يكذب هذا. وديجا واش دخلك في الجزائر انت؟ عفوا معذره خاوتي، لاني في بعض الاحيان راكم تشوفوني، راكم لاحظتوني نرد الهواء، يعني نرد الهواء لانه عندي مشكل في ودنيه. نحس بهم كانهم مغمومين هكا، واحد الزيو مسدودين، ولذلك لازمني ندير الجست هذا باش يعني نكون على ما يرام. المهم هذا الانسان هذا قال لك باللي الجزائر قررت انها تلعب الشان بسبب المطالب الماليه التي رفعت من طرف الكاف. لا، الكاف هي اللي رغمت الجزائر باش تلعب الشان. يحاولوا فينا باش نلعبوا الشان، يحاولوا. جا هذا يقول لك يكذب، تمسخر بينا. ديجا كما قلت، واش دخلك في الجزائر انت واش دخلك؟ ولا وهاد الملاعب هادو تاع كينيا او شفنا الملعب الذي احتضن منذ قليل المباراه الافتتاحيه بلعب نورمال. عندنا خير منه الملعب هذا اللي تاع تنزانيا. كيفاه هذه الملاعب احسن منهم؟ ديجا انت واش دخلك؟ انت كنت تقول على الشان هذه راهي بطوله فاشله لما نظمت في الجزائر، ولما نظمت في تنزانيا والبلدان هادو راح تجري تشارك، ولات الشان كبيره والاجواء جاهزه وما نعرف واش. شي بيكم هذا؟ احشم شويه، احشم على عرضك، احشم على عرضك، تلها بروحك. انت كل دقيقه تجي تتكلم على الجزائر، كل دقيقه ما عندك والو، انت عندك الا الجزائر. ما تقدرش دير موضوع، ما تصلحش تكون صانع محتوى. تخطيك الجزائر، يخطيك الاعلام الجزائري. انت صانع المحتوى تاعك هو الاعلام الجزائري. لولا الاعلام الجزائري انت ما عندكش مستوى باش تكون صانع محتوى، ما تقدرش، لانك انسان مبلوكي، عندك عقده من الجزائر. وليت خلاص الملاعب في تنزانيا وكينيا واوغندا احسن من الملاعب الموجوده. وش بيك هذا؟ حنا ملعب اصغر ملعب في الجزائر احسن من هذا الملاعب اللي راك انت تقول باللي راهي ملاعب جاهزه. وملاعب كيف ملاعب جاهزه؟ ملاعب جاهزه صح، بصح بلا مزيتهم، بلا مزيتهم. رايحين ينظموا منافسه افريقيه يعني مهمه، بلا مزيتهم يخدموا الملاعب. علاه كيفاه يعني؟ عبالك تحير مع الناس هادو، على بالك تكذب مع الناس هادو. قال لك كينيا وطنزانيا وشفنا انت وهما هادو اصلا بعد لما نظمت كما قلت، لما نظمت الجزائر شحال ما حبوش يجيو، وقال لك بطوله فاشله. واليوم يجي يقول لي بطوله مهمه وكذا منا. علاه لما لعبت الشان في الجزائر ما حبيتش تجي وقلت بطوله فاشله؟ علاه اليوم راح تشارك؟ خوتي، لا بطولة الشان التي نظمت عفوا في الجزائر راهي احسن نسخه من حيث التنظيم، احسن نسخه. جاي هذا يخرط علينا يقول لنا باللي الملاعب مليحه وخير من اللي موجوده في الجزائر. منين؟ راهي الشان تاع الجزائر احسن من نسخه، واحسن حتى من نسخ من الكان، احسن من نسخه الكوت ديفوار تاع الكانا، واحسن من نسخه الكاميرون، واحسن من نسخه الغابون، واحسن من نسخه غينيا الاستوائيه في 2015. شفتوا نسخه الكان ماشي الشان، نسخه الكان في 2015 شفتوها خاوتي في غينيا الاستوائيه؟ شفتوا الكوارث؟ بعثه المنتخب التونسي انذاك ما عندهاش الماء، ما لقاتش حتى اللاعبين، ما لقاوش حتى الماء باش يقضيو حاجتهم. اكرمكم الله، ما كانش بعثه المنتخب التونسي انذاك ما عندهمش حتى، ما لقاوش حتى باش يدخلوا للمرحاض. جاي هذا يقول لي كينيا طنزانيا الملاعب الموجوده احسن منهم، وقال بانه المنتخب الجزائري سوف يواجه منتخب اوغندا على الساعه السادسه، على الساعه الثامنه. ديجا هنا راهو غلط. المنتخب الوطني الجزائري يواجه اوغندا على الساعه السادسه مساء. قال لك باللي ما لعبوهمش في الشمس، يشكاو البكا وكذا. يا ما رايحين يلعبونا مع جنوب افريقيا على الثلاثه، هما هضروا كان هذه هي البرمجه. ما شكينا ما بكينا، نتوما اللي تشكيو وتبكيو. الحكمه الناميبيه لما في نهائي كاس افريقيا للسيدات امام نيجيريا،
لم تحتسب ضربة جزاء لأنه ما فيهاش ضربة جزاء. خبراء التحكيم في العالم قال لك ما فيهاش ضربة جزاء. يا انتم اللي تشكيو تبكيو ودرتوا حالة ورحتوا للكاف ونحيتوا يعني وتم يعني انهاء مهام المدير التحكيم في الكاف ديسيري دوي. ياكم تشكيو وتبكيو انتم اللي تشكيو وتبكيو. ما كانش ضربة جزاء في نهائي كاس افريقيا، ما كانش ضربة جزاء، ما كانش ضربة جزاء لصالح المغرب في نهائي كاس افريقيا للسيدات، ما كانش. نتوما اللي تشكيو وتبكيو ولو فوزي دقجع رايح يا نتوما اللي تشكيو وتبكيو. عفوا. ولما الجزائر ظلمت تحكيميا في كان الكوت ديفوار وفي المباراة الفاصلة امام الكاميرون، جيتو تقولوا لنا الجزائر تشكي وتبكي. يا قاعد تشكي وتبكي انت، يا قاعد تشكي وتبكي. واصلا خطيك من الجزائر، خطيك من الجزائر. البرمجه لجنه تنظيم الشان برمجت مباراه الجزائر واوغندا على الساعه السادسة، خلاص. واش اللي هادي امبرمجوا لكم المباراه على الساعه السادسة باش تشكيو وتبكيو. انتوما اللي تشكيو وتبكيو، ما كاينش اللي يشكي ويبكي قدكم. خطي الجزائر، خطيها. والخطره الجايه المره القادمه نسمعك تتكلم على الجزائر راح يتبدل الخطاب، راح تسمع مني اشياء اخرى مش هادي. كارثه، على بالك يقلقوك الناس هادو يهبلوك. المهم نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري المحلي في الشان. هذا ما لدينا سيداتي، نكتفي بهذا القدر لانه لو كما نقولوا حنا نكمل نهضر راني ما نخلصش. اذا نكتفي بهذا القدر، نلتقي في فرصه اخرى بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.